فدان نخيل تقدر تكسب منه 1,000,000 جنيه. ما هي فلسفة الاستثمار في مزارع النخيل؟ النجاح في الحياة هو إن مجهودك وتعبك يتحولوا لنتائج حقيقية تجنيها طول حياتك وإنت مرتاح بعد تعب وشقى سنين، ويكون ليك مشروع بيحميك من الفقر إنت وولادك من بعدك. علشان كده مفيش أجمل من إحساس إنك تنجح. تخيل دلوقتي يبقى من ضمن أهدافك إنك تمتلك مزرعة نخل بتنتج التمور علشان تحميك من الفقر. فاكرين لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله؟ ما بالك بقى من البيت اللي بيملك مزرعة نخيل نموذجية بتنتج التمر مدى الحياة. أنا عارف إن كلامي ده على هواك لأن محدش عنده مزرعة نخل وبيواجه مشكلة اقتصادية في حياته. يعني مزرعة نخل مجدول 5 فدان في مزارع بشاير الشرباجي في سهل بركة بالفرافرة، هتمضي عقدها النهاردة، هنزرعها لك بكرة وكمان هنديرها لك ونشرف لك عليها زي الكتاب ما بيقول لحد ما نحصد لك إنتاجها ونسوقه معاك مدى الحياة. وبحسبة سريعة كده، دخلك من الفدان الواحد لو احنا بنتكلم في التمر المجدول، انا بتكلم في 5 طن تمور في 120 جنيه اقل سعر النهارده من على ارضه، يعني 700,000 جنيه. وكمان عندك تاني 120 فسيلة كل سنة من الفدان الواحد في 2000 جنيه، يعني 250,000 جنيه. وكده يبقى فدان المجدول بيصفي معاك صافي ربح 1,000,000 جنيه تقريبا سنويا، وكل مصاريفه السنوية ما بتزيدش عن 20,000 جنيه. مستني ايه بعد اللي سمعته؟ اسأل على دراسة الجدوى واجهز لمعاينة أكبر مجمع لزراعات النخيل في مصر، مزارع بشاير الشربجي. خير يدوم ليك ولعيلتك ليوم الدين. مزارع بشاير الشربجي، أصل زراعي يتوارثه الأجيال.